اصحى يا نايم، وحد الدايم، الحاضر يعلم الغايب، الشيف يوسف ومقلي التفال اتحدوا سويا لتحضير وطهي الاطباق التي انتم طلبتوها. اصحى يا نايم. صحيتني، يلا تفضل. صحينا، تفضل. شيف يوسف يلا. انا مسحراتي. احلى مسحرات. حلقة جديدة من رجل ومقلاة تفال. اليوم رح نعمل تحدي الحلو شوية. قلت لي انت تبقى حلو، فاليوم حعمل لك حلو. ايه انا بحب الحلو كثير. حنعمل القطايف، وحنعمل تحدي القطايف حيكون في الحليب والخلطة اللي حنعملها عليها، وكمان حعمل كنافة بطريقتي. هوياهم شيف. هوياهم. هاي هم. اصلا انا بنام عم بحلم بالقطايف والكنافة. بوعة عم بحلم بالكنافة. هذا عندي الفيلو بيستري، اقطعه شرايح طويله. اذا ما كان عندكم عجينه الكنافه بالبيت وعندكم فيلو تقدروا تعملوها. انا بس اكل شيف باكل شبعتي، بس بقول انه مش حقدر اكل شيء بقى تاني. بشوف القطايف يا بي كتير. وشو بتحب جوا القطايف؟ مثل ما بتعملها انت. فستق حلبي وهيك. ايه، وبحب اللوز بالفستق بالقطايف. بتحب اللوز كمان؟ انا بعملها بالفستق الحلبي. هي بتنعمل بالاثنين. هي تنعمل بالتنين. نعمل لك اياها بالتنين ولا تزعل. فستق حلبي فستق حلبي. نحرك بس عشان تفكفكوا عن بعض. غسل. اخذ الزبده، حندوب الزبده في المقلايه. طبعا نتاكد انه الحراره صارت حاره من الترمو سبوت اللي موجود في المقلايه. الكنافه تحبها بالقشطه ولا برضه زي ما انا بعملها؟ زي ما انت بتعملها. انت بشو بتعملها؟ بالقشطه. أول ما تذوب الزبدة ناخذ الفيلو بيستي، كنافة الشيف يوسف. ونحمرهم. تأكد إنه الحرارة ما تكون مرة عالية، نبغى الحرارة تكون متوسطة عشان لا ينحرق معنا. واكيد ما حيلصق، بس ممكن ينحرق اذا نسيتوه على النار يعني. تقريبا 3 دقائق 4 دقائق لما ياخذ اللون البني الشاهي. لا تستخدموا يدكم، انا خلاص يدي متعوده. اطيب ترويقه بالعالم هي الكنافه. احنا عندنا الكنافه ما هي ترويقه، الكنافه عندنا حلا بعد الغداء بعد العشاء. يبالها كمان دقيقة بس. زي ما انتم شايفين بدأت تاخذ اللون البني المقرمش. صح؟ ما تاكلهم كلهم بس. حبة واحدة صغيرة، حرام عليك. سمحتك. هذه حنحطها على جنب عشان نعمل لزقة بعدين نعملها واحدة، بس نعملها واحدة حارة. نكتر لها الحر. أكيد. زي ما قلت انا حاعملها بالقشطه، بس ححطها اول في الزبديه بس بعد ما كلها تستوي.
30 ثانية باقي. اطيب شيء من بعد الاكل هو الحلو. أطيب شيء شو؟ من بعد الاكل الحلو. الحلو، إيه أكيد. في حدا بياكل حلو قبل الاكل؟ إيه في كمان بعض الدراسات بتقول لك إنه المفروض تاكل الفواكه قبل الغداء، أحسن للجسم. بس أنا ما فيني، أنا لازم أكل المالح بعدين الحلو. انا بفرق معي. ما بتفرق؟ اوكي، يعني بعد هذه بعمل لك صحن مالح. بنحطها، طبعا بنحطها في الزبدية عشان تبرد قبل ما نضيف عليها القشطة. خليها تبرد في نفس الوقت زي ما قلت لكم في نفس المقلاية. حنعمل الصلصة حنحطها على القطايف، بس شوف المقلاية نضيفة أهم شيء، ولا كأنه طبخنا فيها. هنجيب العسل، العسل بيغذي. عسل بيغذي واحسن من السكر يعني لانه طبيعي. هنضيف عليها الكريمه، بس نضيف الكريمه شويه شويه لانه حنقدر نزود، بس اذا ضفت كريمه كثيره ما فيني ارجع اشيلها افكها من العسل. نخلطها، وهذا بدل عاده القطايف يقدموها مع القطر، ونحن نسميه القطر اللي هو السكر وحامض ومويه. احنا حنضيف عليها قطر جديد. شو رايك؟ بتشهي. واهم شيء شو برضه مستحيل اذا مقلايه ثانيه وما كده تعمل. ناطرك بس لتخلص تبلش اكل. انا عارف، شايفك ماسك بطنك. انتوا لو تشوفوه هيك واقف. ما اخذت معي 30 ثانيه وجاهزه، ما يحتاج لها كمان. حنبدا زي ما قلت الحين، حنطفي النار عليها خليها تبرد. في هذه الزبديه حناخذ ملعقه، ناخذ القشطه، حلبس جلافز، نخلطها مع القشطه. طبعا كانت بردت كده. كنافه جديد. اخذ معها شويه فستق حلبي كمان. قطر كمان ححطها على الكنافه، ولطايف ححط عليها القطر الجديد اللي عملناه. نشوف هذه الكثافه اللي نبغاها. ممكن اذا تحبوها كمان تكون سايله اكثر، شكلها زي الكراميل. اذا تحبوها سايله اكثر نضيف شويه كريمه، بس انا احبها تكون ثقيله شويه. ناخذ الصحن، حقدمها انا في نفس الصحن. انت اوكي؟ اوكي. ناخذ الكنافه، جبل كنافه. حرش عليها شويه قطر، عملته مويه زي ما قلت، مويه وسكر شويه حامض. شويه فستق، ونجي للقطايف. مع انه انا اكل بس برضه باكل هذا الصحن. أية نص تبقى طيب؟ تبقى النص ده ولا النص ده؟ النصين. النص. أنا حخلي هذه الاثنين ليا، وين هيصير؟ خليتها لي أنا، حاكل من هين، هذا لك وهذا ليا. ما لها زاد. برضه ممكن
نحط شويه فستق عليها. ميرسي كلك ذوق. تحدي الكنافه عملناها، تحدي القطايف عملناها وغيرناها وفزنا في التحديين. شوفونا في حلقه جديده من الرجل مقلاة تيفال بتحديات كثيره وجديده، ودائما حنربح ان شاء الله. لك يسلموا هالديات، يسلموا هالديات. شباب يا أهالي المدينة الكرام، ودي كانت وصفتنا اليوم يلي حضر لنا إياها الشيف يوسف ومقلية تفال. واللي عايز وصفتنا اليوم يتابعنا على الفيسبوك والتويتر. يا أهالي المدينة الكرام،